صوت العرب من القاهرة يقدم عيش أيامك، لا، عيش أفلامك. عيش أيامك، عيش لياليك، عيش أفلامك، ضحك ولعب وجد وحب. عيش مع سوزي ثروت. أيها الأخوة الأصدقاء، يسعدنا أن يكون معنا الشاعر أحمد إبراهيم، وسوف يتحدث معنا اليوم عن فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي. فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي بطولة محمود ياسين، نجوى إبراهيم، حسين فهمي، يوسف شعبان، سعيد صالح، عبد المنعم إبراهيم، صلاح السعدني. قصة إحسان عبد القدوس، وإخراج حسام الدين مصطفى. محمد سليمان المغاوري، من عزبة الكوم الأخضر، جندي مشاة متطوع، كتيبة 232، الموقع شمال كونتيلا، السن 25 سنة، المؤهلات ثانوية عامة، العمل قبل التجنيد، طالب بكلية الآداب. انقطعت أخباره من تاريخ 5 يونيو 67. الصورة يا فندم اللي لقيناها ضمن الحاجات اللي راجع بيها. دي طلعت صورة بنت عمه، اسمها فاطمة، المؤهل ثانوية عامة، من مدرسة طنطا الثانوية البنات، لا تعمل، يربطها بمحمد قصة حب، ودايما العميل بيكون الدافع ليه حاجة من اتنين، المال أو المرأة. فربما المخابرات الإسرائيلية تكون لقت في صاحبنا ده صفات العميل المثالي من وراء قصة الحب دي. أنسة أفندم، أنا أصلي بقالي مدة غايب وعايز أعرف أنا قاعد ليه. متأسفة أنا معرفش حاجة. طب ممكن راديو أو جورنال؟ أبلغ قائد مستشفى. أنت حراس عليا؟ من فضلك يا فندم. أيوه. أنتوا حاطين حراس عليا ليه؟ أنت اللي جاي من غزة. أيوه. مجرد إجراءات أمن. محمد المغاوري؟ أيوه. إيه مالك؟ قاعد على الأرض ليه؟ إحنا جايين نهنيك بسلامة الوصول لوطنك وأهلك. اتأخرنا عليك شوية، معلش. سيجارة؟ متشكر يا فندم. خد يا راجل وانسى العسكرية شوية. وحدتك كانت فين يا محمد؟ عند الكونتيلا. بس الوحدة 232 ما كانتش في الكونتيلا. شمال الكونتيلا، ما بين الكونتيلا وغزة. يعني مش في الكونتيلا زي ما قلت الأول. أنا ما قلتش في الكونتيلا، قلت عند الكونتيلا. دقيق أو أنت في الكونتيلا غير عند الكونتيلا. ما علينا. محمد، احنا عايزين نتكلم بصراحة. احنا في ظروف صعبة، يعني بوضوح المسائل مختلطة، وغلطة صغيرة أو أي حاجة تنساها وأنت بتتكلم ممكن تضيعك من غير ما تقصد أو حد يقصد. تتهموني بإيه؟ احنا لسه ما اتهمناكش. لسه؟ انتوا فاكريني؟ أنا محمد المغاوري، عسكري مصري ضاع بعد اللي حصل في 5 يونيو. ايه اللي حصل في 5 يونيو؟ بتسألوني؟ انتوا أدرى باللي حصل. أنا ما أعرفش غير اللي شفته. ايه اللي شفته؟ فظيع فظيع فظيع. النهاردة هنتكلم عن فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي. في البداية، إيه رأيك في هذا الفيلم؟ الفيلم ده من الأفلام اللي ليها قصة في منتهى الجمال والروعة. ازاي يتمسك الحبيب برصاصة لكي يحمي بيها الوطن ولا تزال في جيبه حتى يحرر حبيبته من غدر اي انسان يحود بها. موت بيطاردك، بيلحقك وانت مش قادر تعمل له حاجة. ما كانتش حرب، كان غضب من عند ربنا. الذخيرة خلصت والكل مات، ممدوح وعبد الهادي وعلي، الناس اللي عشت معاهم في خندق واحد، ناكل سوا ونشرب سوا، كلهم ماتوا حتى من غير ما ياخدوا فرصة الدفاع عن نفسهم. ومشيت في الصحراء ادور على طريق، اي طريق، وفجأة طلعت لي طيارة هليكوبتر اسرائيلي. طردوني بس ما موتونيش. ويموتوني ليه؟ لا تخاف يا ابني، أنا مصري زيك. ده الشيخ ألوان من عرب سينا. بعد كده لبسني ملابس بدوية زيهم وخدني لغزة. قعدنا في الطريق 3 أيام، رحلة عذاب تانية من القلق والخوف. وينه المعلم زريعة؟ راقد هناك اهو. باين عليك طالب عمل، وانا ما عندي لك الان عمل.
لكن بعد يوم 2 يمكن احتاج لك. انا مش طالب عمل. كوم لك في الركن اللي هناك هذا لغايه ما ربنا يفتحها. انا جاي عشان يا زلمه، مروان اخرس لا حيسمعك ولا حيعرف كيف يرد عليك. في حاجة لفتت نظرك في مروان؟ انه اخرس. غير انه اخرس، الحقيقة الراجل اول ما شفته قلت مش ممكن يكون غزاوي. شكله زي ما يكون اسرائيلي، عينيه، شعره. ايه تاني لاحظته عليه؟ ايوه كان اشول، كان بيغسل الحصان بايده الشمال. وبعدين اشتغلت شيال على عربيات زريعة، وكان مروان يطلع معايا عربجي. كنا ننقل بضايع لليهود. اتأكدت ان مروان واحد منهم من الطريقة اللي كانوا بيعاملوه بيها. بفكر مجرم. تينو لك اللي سيجاريو. ضحك. كانت الأفلام العربية المصرية أداة وعي وتثقيف للمشاهد، وكانت مدارس لتنشئة أجيال منذ فترة الخمسينات منفردة بالإبداع. فهل فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي تأثرت بيها مثل باقي المشاهدين ولذلك اخترت ليكون موضوع للحديث اليوم؟ طبعا الفيلم من الافلام اللي ليها طابع رومانسي مع طابع وطني، وحب الوطن زي حب الحبيبة. زي ما الإنسان ده ابتدى يذهب إلى الجبهة لكي يدافع عن وطنه، وفي نفس الوقت رجع لقى حبيبته هتتاخد منه، فبالتالي هو بيضحي بكل شيء في سبيل الوطن وفي سبيل حبيبته. هي قصة بتحكي واقع عن أرض مصر والأرض المصرية، وما بين الفتاة المصرية اللي هو بيحبها. هو بيحب مصر وبيحب الفتاة ذات نفسها، وفي نفس الوقت هو مش قادر، لا يقدر يضحي بمصر ولا يقدر يضحي بحبيبته. وبعدين اشتغلت شيال على عربيات زريعة، وكان مروان يطلع معايا عربجي. كنا ننقل بضايع لليهود. اتأكدت ان مروان واحد منهم من الطريقة اللي كانوا بيعاملوه بيها. في نقلة سمك مطلوب توصلها للقيادة. هات عدة الشيالة هيك وتعال وراي. هات عدة الشيالة اللي معك هيك. المعلمين حيفهموك تقول ايش لو حاجة قطرتكم في الطريق. انت راجع مصر الليلة دي. ما تنساش تسلم لي على مصر واهل مصر. مع السلامة. ما في وقت للعواطف. مع السلامة يا رجالة. والله سلامات. ألف حمد لله على السلامة يا محمد. الله يسلمك يا عزوز. احكي لي يا محمد، ايه بقى اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل بالظبط اننا انهزمنا، انضربنا. معلش يا محمد، احنا انهزمنا من زمان وانضربنا من زمان. ما هو اللي ينضرب في بيته ويسكت ينضرب بره بيته ويسكت برضه، ولا ايه؟ باين عليك ابتديت تبقى فيلسوف في الوقت اللي انا بطلت فيه فلسفة. هاي قول لي يا محمد، كنتوا عاملين ايه؟ احكي لي انت، البلد عملت ايه ايامها؟ عملت مظاهرات. عباس بيه وبتوع الاتحاد ورجالة الجمعية لموا اهل البلد وعملوا بيهم مظاهرة ونزلوا بيهم مصر ورجعوا وخلاص. مظاهرات ليه؟ كانوا عايزين ايه؟ يعني ما انتش عارف عباس لما بيعمل مظاهرة بيعملها ليه؟ نفس الحكاية. وعباس لسه زي ما هو؟ وقال عن ماسك البلد من غير حساب. وعم عبد الله
ما تغيرش. لسه هو وعباس كل واحد حاطط نفسه في جيب التاني، وعمك خبط خبطة كويسة قوي السنة دي، طلع له زي ب2000 جنيه من محصول الفول. يعني محدش من العيلة ولا من اصحابنا جه يقابلني على المحطة ليه؟ متهيألي ان عباس نصحهم بلاش. اصلك مش شوية يا محمد، يمكن خاف لو البلد طلعت لك يحصل كلام، وطبعا عمك وافق معاه. عايزة أعرف من حضرتك رأيك إيه في الدور الذي قام به الفنان الكبير محمود ياسين في فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي؟ حقيقي من الأدوار اللي كانت في منتهى الروعة والجمال، وقام بدور جميل جدا، وحتى دوره حتى في كلامه عن مصر وعن الجبهة وعن الحرب ورجوعه إلى حبيبته. ده شيء كان فيلم رائع، وكان كان في منتهى الجمال، وكان الممثل محمود ياسين من أروع الأفلام اللي كانت جميلة جدا في السينما المصرية. أنا ما كنتش مستنى ألاقيكي على المحطة، لكن قلت هشوفك في بيتنا ولا في بيتكم، وبعدين افتكرت إن بيتنا احنا الاتنين هنا. وأنا عمري ما حسيت بالراحة لو أنت جنبي. عمري ما حد في الدنيا دي شاف دموعي إلا أنت. كل اللي حصل ومهما حصل برضه مش هرتاح. لسه قدامنا كتير على بال ما نرتاح. أنا ما كنتش مستنى ألاقيكي على المحطة، لكن قلت هشوفك في بيتنا ولا في بيتكم، وبعدين افتكرت إن بيتنا احنا الاتنين هنا في نفس المكان ده. أنا كل يوم كنت بستناك هنا، بستناك حتى وأنا عارفة إنك مش جاي، وكنت دايما خايفة عليك، وخوفي عليك كان بينسيني كل اللي حصل. ما هو دايما كده، الواحد ما ينساش مصيبته إلا إذا وقع في مصيبة أكبر. أنا كمان ما كنتش قادر أنسى حكايتك وحكايتي لغاية ما شفت المصيبة الأكبر. أنا ما دخلتش الجيش عشان أحارب في سينا، لا، أنا دخلت الجيش عشان أحارب هنا في البلد. لكن دلوقتي خلاص ما بقاش فيه إلا سينا، ومش عارف هنعمل إيه. هتعرف يا محمد، أنا متأكدة إنك هتعرف. أنت ما تتصورش أنا كان هيحصل لي إيه. كنت هموت نفسي. جرى ايه يا عبد الله؟ انت عارف اني ما بشربش. ما هو محدش معانا. ما انا عارف. دول كلهم 10 أناديل. حتى لو كانوا زي ما بيقولوا 35 أرداب، أو كله بيروح للناس. اللي بتاخده الحكومة بيروح للناس، واللي ما بيوصلش الحكومة بيروح برضه للناس. ما احنا مع بعض يا عباس بيه، في الحكومة وفي غير الحكومة. الحكاية دي فيها قرشين كويسين يا عبد الله. ما هو أنت برضه صاحب الأمر. أمال فين فاطمة؟ موجودة بس ما بلاش بس دي يا عبد الله. أصلها بتحب تنام شوية بعد الظهر. يا راجل ده احنا هنبقى أكتر من أصحاب. يا سالم. نعم يا بابا. مش أختك فاطمة نامت يا ولا؟ ليه يا بابا؟ قاعدة جوه بتقرا. متأكد يا ولا؟ ما يمكن تكون نامت. يا أخي بيقول لك ما نامتش. طب انده لها. حاضر. ادخل. ما تدخل. فاطمة، مش معقول. اتفضلي. ما تزعلش مني يا محمد، مهما حصل ومهما سمعت ما تزعلش مني. انت الوحيد اللي يهمني انه ما يزعلش. ومن يوميها قدرت افهم كل حاجة وعرفت كل حاجة وابتديت اتغير. ما كانش في حل قدامي الا اني اقتل عباس. بقيت اقرا جرائم العرض اللي كنت في الاول استسخفها واعتبر اصحابها جهله متخلفين. اقراها واحس ان ده اللي لازم يحصل، وان اللي بيقتل عشان عرضه بطل تمام زي اللي بيقتل عشان وطنه. وكان لازم اغير شخصيتي، مش عشان امسك سلاح وبس،
لازم اتغير عشان اقدر استعمل السلاح ده. لازم اسيب محمد الفيلسوف اللي غاوي شعر وادب وقصص، وابقى محمد اللي يقدر يقتل. دخلت التدريب العسكري في الجامعة بعد ما كنت بهرب منه، ومسكت لأول مرة سلاح، بندقية. لكن التدريب ما قدرش يغيرني، حسيت انه مش كفاية. سبت الجامعة وتقدمت للتجنيد، وفي الجيش ابتديت اتغير، ابتديت ابقى واحد تاني. اول حاجة خدت عليها نشان كان ضرب النار. ما كانش يصعب عليا اي هدف كنت اتخيله عباس واقتله. انا كنت فاكر ان حاجة لاقيكي في حالة تانية. مش عباس خلاص مشي؟ الجرح مش في عباس يا محمد. عباس مشي بس الجرح لسه فيا. بس لازم تنسي بقى يا فاطمة. انت قلت لي النوبة ان المصيبة ما تتنسيش الا بمصيبة اكبر، وانا مستنية المصيبة الاكبر. لا يا فاطمة، غلط. المصيبة ممكن تتنسي بان الانسان يبتدي يبني نفسه من جديد. نعم يا بابا. اقعدي يا فاطمة. كل اللي استحملته منك ده انا ما صدقت الاقي حد يجوزك بعد فضيحتك. بدل ما تحمد ربنا تقولي لا انت عايزه تموتيني. ايه اللي حصل يا عمي؟ ايه اللي حصل؟ انا ما صدقت الاقي حد يرضى يتجوزها وحضرتها تقول لا. ما انا خلاص ما بقاليش قيمه لا في البلد ولا في بيتي. طمني يا فاطمة، اعتمدي عليا. اهدى بس يا عمي. هي تقدر تخالف اوامرك ولا حد في العيله كلها يقدر يخالفك؟ ده انت قلبك علينا كلنا. اقعد استريح. عمي انا بطلب منك ايد فاطمه. ها؟ ايوه يا عمي، بطلب فاطمه. بس يا محمد انا اديت كلمه لنعمان. نعمان زمانه انقبض عليه وهو خارج من عندك. اتقبض عليه؟ وهيتحاكم. ليه؟ السوق السودا يا عمي، وانت عارف بقى. ما هو عبد الحميد ده مش هيجيبها البر. قصدي اذا كان ده حصل صحيح يبقى لازم يتحاكم. بحق ربنا هيتحاكم. زمان ما كانش حد بيتحاكم. بس انت يا ابني لا ماسك الارض بتاعتك ولا انت خلصت الجامعه وتوظفت. هتتجوز ازاي؟ هبتدي اشتغل من النهارده يا عمي. طيب يا ابني اما نشوف. انا اذنك. بس ورحمه والدك اوعى تجيب سيره ان نعمان اتقدم لفاطمه. اطمن يا عمي. في ايه؟ استدعاء مهم، المركز طلب مني اوصله لك حالا. وريني. ده من الشاويش اللي بيشخط وهو بيتكلم. استدعاء للجيش وعايزينك يا سي محمد. عايزيني عشان يلطعوني تاني. قلت ايه يا سي محمد؟ تعمل فيا معروف وليك الحلاوه. قول انك ما لقيتنيش غير موجود في محل اقامته. مش انتوا دايما بتقولوا كده في الحالات دي؟ بس يا سي محمد انت حاجه تانية. يا جدع اعمل كده وحلاوتك كبيره. خلاص يا سي محمد، امرك يا سي محمد. الحكايه كبيره يا سي محمد، والمركز بعت الشاويش مخصوص عشان يسلمك الاستدعاء. حضرة الضابط مهتم قوي، ومأمور البندر كل ساعة يتصل بينا يسأل. ده حتى بيقولوا إن مصر نفسها بتسأل عن كل واحد. غريبة، دي أول مرة يحصل الاهتمام ده كله. يظهر الحكاية جد المرة دي. جد يا سي محمد، امضي انت على الورقة وبعد كده ابقى اعمل اللي انت عايزه. كل دقة قلبي دعوات ليك. انت بقالك كتير ما ابتسمتيش يا فاطمة. ما تنسيش انك حتة مني، ولازم الحتة اللي مني تبتسمي تضحك لي. الشاعر المصري أحمد إبراهيم، عايزة أعرف من حضرتك ما هي العبر والدروس المستفادة في فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي؟ العبر والدروس المستفادة ان الانسان لازم يكون عنده اصرار وعنده عزيمة انه يحرر وطنه ويحرر كل شيء ليه بالنسبة له، ويكون بطل رواية، بطل وطني، بطل رومانسي، قادر ان هو ياخد حبيبته وقادر انه يحرر تراب وطنه. لا مؤاخذة سيادتك كنت اخرس. ولا اخرس ولا حاجة، دي كانت حركة بتاعت وقتها بس. طب كنت اشول بقى؟ ولا اشول كمان. مالك يا خليل؟ فضفض، ده انا اخوك. انا متخرج من كلية الزراعة سنة 66، بقالي هنا 4 سنين اهو،
لا محصل مهندس زراعي ولا خولي جنينه. كل حاجه في حياتي خربت، حتى العلوم اللي درستها نسيتها. بشرفي لو خرجت النهارده من الجيش وودوني جنينه ما هعرف البرتقال من الباميه. الرصاصة دي معايا من 2 سنين، كنت شايلها عشان اقتل واحد دمر حياتي. لما رحت سينا كانت معايا، ولما قامت الحرب وحصل اللي حصل برضه كانت معايا. النهارده انا محتار اقتل بيها مين ولا مين. كل يوم بيمر عليا بحس اني كنت غلطان. رصاصة واحدة مش كفاية، كان لازم ارجع ب10 ب100 ب1000. لا يا محمد، اوعى تنهار. كل اللي حصل وحكيت لي عنه انا شفته وعشته، واعترف اني كنت على وشك الانهيار فعلا. لكن ده طبيعي بعد هزيمة اي دولة. بعد الهزيمة لازم يطلع على السطح نفايات وتموت فينا حاجات حلوة كنا بنحبها. لكن المعدن الاصيل عمره ما يصدي، ومصر اصيلة. الرصاصة دي يا محمد ليها مكان واحد: صدر الطيار اللي طردك، صدر العسكري المحتل الارض اللي مدفون فيها زمايلنا. لو دول ماتوا كل النفايات هتموت والصدى هيخرج من حياتنا. عايزة أعرف من الشاعر المصري أحمد إبراهيم إيه رأيك في نهاية هذا الفيلم؟ ولو كنت مكان المؤلف كنت تختار نهاية غير النهاية الموجودة بالفيلم؟ لا، النهاية حقيقي هي نهاية كويسة جدا ومناسبة للأحداث من بداية الفيلم والتسلسل والسرد الفيلم والحوارات كلها يعني. يا رجالة يا رجالة يا رجالة، أخيرا جت اللحظة اللي استنيناها 6 سنين. صدرت لنا الأوامر بالعبور، هنقتحم القناة، هنحرر سينا. تحيا مصر، تحيا مصر. جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها الإخوة المواطنون، أذاعت القيادة العامة للقوات المسلحة البيان التالي: نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة، واستولت على نقط العدو القوية بها، ورفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة، وتتدفق قواتنا عبر قناة السويس مطاردة للعدو، وتواصل قتالها حاليا مع العدو بنجاح. وهنا القاهرة. انت بوستيني يا فاطمة، انت اتغيرتي. الحمد لله انك اتغيرتي. انت مش دايما بتقولي اني حتة منك؟ خلاص رجعت اضحك، رجعت لشغل البيت، رجعت لك زي ما رجعت لي. محمد، الرصاصة لسه في جيبك؟ ايوه، وهتفضل في جيبي عشان لسه خايف عليكي. خليها دايما في جيبك عشان اطمن ان اللي حصل مش هيحصل تاني. اطمني يا فاطمة، طول ما انا جنبك اطمني. عيش أفلامك. ضحك ولعب وجد وحب. عيش مع سوزي ثروت.